بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. النهاردة يوم مختلف، روتين، يوم جديد وروتين جديد. هنعمل القراميط، والناس اللي بيقولوا ياعي وقعي بقى، احنا بنحمد ربنا على أي حاجة، أي حاجة بنعملها بناكلها وبنحمد ربنا عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة يوم غسيل، ويوم بص بقى يوم من أوله كده، يعني يوم كان ملوش مثيل، كان يوم تعب قوي بس الحمد لله كان يوم حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الشكر، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صباح الهنا، صباح السعاده، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل حاجه حلوه عليكم حبايبي الحلوين. اول حاجه صباح الخير كده حبايب قلبي. طبعا كان يوم غسيل زي ما قلت لكم، وكان يوم نشير، وكان يوم بصي بقى يوم من اوله كده. مش قادره اقول لك على اليوم ده كان عامل ازاي. تعالوا بقى نبدا يومنا من اوله ونشوف عملنا ايه مع بعض. ولو انت اول مره تشوفيني يا ريت وحابه تشجعيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام كده حبايب قلبي. طبعا هنعمل مع بعض القراميط وهنغسل هدوم، وبصي بقى يوم كده مش قادره اقول لك بقى. اول حاجه قمت على طول على الشقه، لو في اي حاجه في الشقه وضبيها، سريرك اللي نايمه عليه وضبيه. وبعد كده هتبداي على طول شغل البيت. كان عندنا حبه غسيل كده على الماشي، بعد ما فطرنا طبعا رحت ماسكه حبه الغسيل على طول على طول على طول، ما كانوش كتار يعني، كانت حاجه بسيطه بسرعه عملتهم على طول كده، خدتهم حوالي غسالتين في الغساله العاديه. وطبعا زي ما انتوا عارفين الغساله بتاعتي الاوتوماتيك يعني عطلانه، وللاسف انا مش لاقي لها قطع غيار، بس على الحمد لله انا بغسل على دوز بصراحه، غسيلها حلو ونضيف وقشطه كده، بتطلع الابيض منور، والغسيل قشطه قشطه قشطه. الجماعه اللي عندهم الغساله دي من زمان اكيد عارفينها. طبعا هغسل حبه الهدوم معاكم وهخلصهم كلهم معاكم زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي. اتشجعي لو عندك اي حاجه تعمليها قومي بسرعه اعمليها، ما تقعديش كسلانه كده وتقعدي زهقانه وقرفانه، لا قومي اي حاجه عندك قومي اعمليها، قومي تشجعي وتنشطي كده وصلي على النبي كده حبيبه قلبي. واعملي يوم روتين كده، يوم حلو من اوله كده. طبعا هغسل حبه الهدوم دول كلهم كده وهنشرهم معاكم وهخلص كل الغسيل وبعدين نرجع مع بعض. هنا خلصنا كل الغسيل، انا ما حبيتش اطول عليك الفيديو عشان ما تمليش مني. تمام، انا نشرت كل الغسيل وخلصته، وتعالوا بقى ندخل نجهز الغداء. انا كنت خلصت الغسيل ده كانت الساعه حوالي الساعه 11 الصبح. هنا طبعا هدخل على طول على المطبخ عشان نشوف مع بعض الغسيل هنعمله ازاي. تمام كده خلصنا الغسيل. تعالوا بقى، دي قراميط جابها لي ابو اسلام من عندنا من نتصا، من مركز اتصا. جابها لي طبعا، هي كانت صاحيه بس لو تلاحظي ان كان في بعض الواحد كده ان لان المشوار كان بعيد، فممكن تكون في حاجه فطست في الكيس ولا حاجه. اول حاجه همسكها زي ما انتم شايفينها شقها، وهي كانت مليانه بطارخ. بصوا البطارخ عامل ازاي، دي كان احلى قراميط تاكليها اللي تلاقي فيها البطارخ دي بيقولوا عليها النتي. تمام. زي ما انتم شايفين كانت يعني كميه البطارخ كانت جميله قوي، فانا كنت بقطع بالراحه كده، انا ما حبيتش ان اجيب الذبيح لان طبعا ده ممنوع زي ما انتم عارفين. فطبعا انا شقيته كله كده، ذبحتهم كلهم وطلعت البطارخ زي ما انتم شايفين، وهغسلها. همسك بقى طبعا القراميط واحده واحده كده هنضفها معاكم. القراميط بتاعتي انا لازم انضفها قوي واغسلها مره واتنين وتلاته وانقعها في ملح وليمون ودقيق، بس مهم قوي ان انت ايه تنضفيها وتنقعيها. القراميط بصراحه من اكتر الاكلات اللي انا بحبها، وفي ناس كتير ما بتحبهاش، وفي ناس بتقول ان هي مضره، وفي ناس، لكن احنا طول عمرنا من واحنا اطفال بناكلها، وللاسف لا ضرتنا ولا جابت لنا اي حاجه، لا بناكلها وحلوه ونعمه ربنا وحلوه. هي مش رخيصه والله، ده كيلو ب 30 جنيه وب 40 جنيه، يعني هي مش رخيصه، وفي نفس الوقت اكله حلوه انا بحبها والله العظيم. بعملها هنعملها بتغذيه حلوه كده، وهنعمل جنبها حبه رز حلوين كده وحبه سلطه، وهتبقى اكله جميله قوي، يوم جميل. طبعا لاول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد حبيبه قلبي. هنضف طبعا القراميط كلها معاكم كده. طبعا انا خلصتها، هحط ميه تاني واشطف مره واثنين وثلاثه. وزي ما انتم شايفين البطارخ القمر بتاعتنا مطلعه طبق بطارخ، والله كان فيها يجي نص كيلو بطارخ، والبطارخ لوحدها حكايه، انا بموت فيها وبعشقها. حتى الولاد بيبقوا واقفين جنبي، انا مجرد ان انا اقليها بياكلوها على طول وهي لسه سخنه، مش بيستنوها كمان لما تبرد. تمام كده حبيب قلبي. طبعا هشطفها مره واثنين وثلاثه، بنضف قوي عشان بيبقى فيها رمل من عند النخاشيش، هنا بكسر الراس وببدا انضفها حلو قوي من الحته دي، بيبقى فيها طبعا رمل وكده لازم تنضفيها قوي. تمام. بعد كده بقى طبعا هغسلها، وطبعا زي ما انتم شايفين هصفي الميه من عليها، وهحط لها بقى ملح، وهحط دقيق، وهحط ليمون، وهدعكها دعكه حلوه كده، وهسيبها بالليمون والملح والكلام ده كده حوالي ساعه كده ولا نص ساعه. لو انت مستعجله سيبها بس بمجرد 10 دقايق وارجعي اشطفي تاني ونضفيها كويس قوي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي حبايب قلبي، صلوا على النبي. ويلا بقى لاول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. الله اعظم والعزه لله، العصر بيأذن عندنا. الله اعظم والعزه لله. ده كان وقت التسجيل على فكره يا جماعه، مش وقت الغداء، يعني الفيديو ده انا كنت عاملاه قبل كده، ده كان وقت التسجيل بتاعه، انا كنت بسجل العصر، لكن هو الفيديو ده انا كنت عاملاه كان قبل الظهر. طبعا زي ما انتم شايفين هنحط ملح ونحط، دي كانت جمانه لازم بتحشر نفسها زي ما انتم عارفين في كل حاجه، واقفه جنب ايدي بايدها. بصوا، وحبه دقيق وحبه ملح، وندعك الكلام ده كله بقى ونسيبها تتنقع حبه كده، حوالي نص ساعه، حوالي 10 دقايق. لو معاكي وقت سيبيها، ما معاكيش وقت مش مشكله، 5 دقايق بالظبط واشطفي. زي ما انتم شايفين ودي البطارخ، بصوا ما شاء الله كانت كميه حلوه يعني.
هشطفها بقى طبعا واخرجها بعد حوالي نص ساعه، عشان طبعا كان مفيش وقت وكنت عايزه اجهز غدا بسرعه. في الوقت ده طبعا انا كنت هصفيها بقى. وتعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل القراميط القمر دي ازاي. هنا بعد ما شطفناها هنخرجها بقى من الميه بتاعتها خالص، الميه اللي فيها الدقيق. زي ما قلت لك الدقيق بيحوش الزفاره وبيساعد قوي على انها تتطهر وتبقى جميله ونظيفه. تمام كده حبايب قلبي. تعالوا بقى نشوف هنعمل القراميط القمر دي ازاي. اول حاجه تعالوا بقى نجيب مع بعض التومه. اهم حاجه ان احنا نجيب التومه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هشطفها الاول من الميه تجي كويس قوي، وهنرجع بقى نجيب التومه بتاعتنا عشان ندقها معانا ونجهز التتبيله بتاعتها، الحشوه بتاعتها القمر اللي احنا هنعملها مع بعض. وهعمل لك كمان خلطه لآلية السمك. اي سمك عندك الخلطه بتاعته هتبقى جميله جميله قوي. الخلطه دي هتستعمليها لكل انواع السمك. لو انت هتقلي اي نوع سمك الخلطه هتعجبك قوي. احنا عملناها مع بعض قبل كده وهنعملها تاني. تمام حبايب قلبي. طبعا هقول لك احنا عملناها ازاي على طول كده على السريع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين كده هشطفها بقى واخرجها واحده واحده كده. وطبعا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي هعصر الليمون بقى كده وهركنها بقى على جنب، عشان هي كده تمام. هي كده بقى على القليه. هجيب طبعا معايا طبعا حبه الثوم. والثوم ده انا ببقى مقشره وحاطاه في برطمان كده في كيس في التلاجة، يعني برطمان وجوه البرطمان كيس. وهقطع قرن فلفل وهقطع حبه شبت وبقدونس وكزبره واحط حبه شطه وكزبره ناشفه وحبه فلفل اسود وكل الكلام ده كله بقى كده. وهديه في الهون. لو انت عندك كبه مش مشكله، بس احنا شغالين على قد الايد زي ما انتم عارفين. انا هنا هدق بالهون بتاعي عادي خالص. تمام كده. اقطع طبعا الكلام ده كله كده على بعضيه. زي ما قلت لك حبه شبت وقرن فلفل حلو كده. لو عندك قرن فلفل حامي تمام، ما عندكش مفيش مشكله. وعاد تحطي حبه شطه اختياري. تمام كده. لو مش عايزه شطه مفيش اي مشكله برضه. لو انت يعني حبه حراقه هتحطي، مش حباها مش مشكله. هنا بقى انا بحشي فين بقى؟ بحط في بق القرموط وبحط في بطنه من تحت. بصوا هنا دي التتبيله بقى القمر اللي بتبقى ريحتها قلب الدنيا. بصي من هنا ومن هنا بحط في بق القرموط. انت بقى ممكن ترمي عليه الشطه التومه كده وخلاص. تمام كده. بس انا حبيت اقول لك انا بعمل ايه بالظبط. طبعا الدقيق اللي انا هقلب فيه الكلام ده كله انا هحشي كل الكميه بقى بتاعتي. وهقول لك الدقيق اللي انا هعمل فيه او نعمل فيه ايه. الدقيق يا حبيبه قلبي هتجيبي معاكي كوبايه دقيق، وهتجيبي معلقتين نشا، وهتجيبي معلقه توم وبصل بودر، وهتجيبي حبه كركم، وطبعا حبه كمون، وحبه فلفل اسود، وحبه ملح. وتقلبي كل الكلام ده مع بعضيه. ودي هتبقى التتبيله اللي هو الدقيق اللي انت هتعفري بيه السمك بتاعك. تمام. هنحوش معلقه وهقول لك معلقه التوم دي انا حشتها ليه. تمام كده. دي معلقه التوم اللي فاضت انا حشتها وهقول لك انا حشتها ليه. طبعا ده الدقيق انا كنت عاملاه قبل كده، لان كنت عامله بيه السمك قبل كده. ده ببقى عاملاه على طول وجاهز. ببقى حاطه عليه زي ما انت عارفه معلقه كركم، وطبعا معلقتين من النشا على كوبايه دقيق. وطبعا هنحط نص معلقه او معلقه من توم وبصل بودر، وهنحط فلفل اسود، وهنحط طبعا حبه كزبره وحبه كمون. كل الكلام ده كله هو ده اللي انا هقلب فيه القراميط. وهنا هنقليها في زيت. طبعا لازم الزيت يكون حلو غزير عشان القراميط بتاعتي تستوي حلو وما تبقاش فيها دم. تمام كده حبايب قلبي. هنقلي بقى الكلام ده كله هسيبه يتقلي بقى. وتعالي نقول لك هنعمل مع بعض التسبيكه ازاي الجميله اللي بتتحط على القراميط بتاعتنا. ده اكلنا الفيومي. لو اي حد بتعمله بطريقه تانية قولوا لي بتعملوه ازاي في الكومنتات، وانا حابه اجربه معاكم مفيش اي مشكله. ولو عجبتكم طريقتي يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تشجعوني وتدعموني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن هنا انا حابه اشكر حبايبي اللي دخلوا لي وعلقوا لي وبيقولوا لي كومنتات جميله والاشتراكات الجديده. حابه قوي ارحب بيكم من داخل مصر من خارج مصر. الف شكر لكم حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هقلي زي ما انتم شايفين كده اللون جميل قوي تحفه قوي. هنا طبعا هجيب حله بقى على النار اللي انا هعمل فيها التسبيكه اللي هتتحط على القراميط او هنحط فيها القراميط. تمام كده. هقطع بصلايه حلوه كده. البصلايه بتاعتي ما تكونش كبيره قوي، حباها تكون يعني متوسطه. تمام كده. هقطع البصلايه وهحط معاها حبه زيت في حله على النار. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض حبايب قلبي. يلا بقى حبيبتي لو لسه ما اشتركتيش اشتركي، وشايفاكي يا اللي لسه ما عملتيش اللايك والله شايفاكي. يلا بقى اعملي اللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي مجرد البصله بتاعتي تتدبل بس كده او تاخد لون اصفر خفيف هنزل على طول بمعلقه الثوم اللي كنت حاشاها من الدقه اللي حشيت بيها السمك. سمك القراميط بتاعنا. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي هنعمل مع بعض اول ما تتسبك معايا. طبعا اول ما تاخد اللون معايا الذهبي ريحه الثوم يا دوب تطلع هترشها على طول بالطماطم. تمام كده حبايب قلبي. وهتتسبك. دي هتبقى التسبيكه اللي احنا هنسقط فيها القراميط بتاعتي. وهنزل بيها طبعا حبه كمون وحبه كزبره، التوابل بتاعتي اللي تحبيها. بس انا ما بحطش بهارات بصراحه، بحط كمون وكزبره وحبه فلفل اسود صغيره. طبعا دي زي ما انتم شايفين دي البطارخ انا بقلبها برده في الدقيق وهحمرها. زي ما انتم شايفين البطارخ كانت جميله قوي، كانت احلى من القراميط نفسها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بقى لو حابه تشجعيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. هنا انا بدات اطلع اول طاسه من القراميط، ومهم قوي ان القراميط بتاعتك ما تبقاش النار عاليه
هدي النار عليها عشان تتقلي كويس وما تبقاش فيها دم. لازم تهدي نار، ولازم الزيت بتاعك يبقى حلو ما يبقاش قليل. تمام كده. طبعا هخرج معايا طبعا كده زي ما انتم شايفين، وهحط طاسه تانية. انا بقلي طبعا كذا طاسه ما شاء الله، يعني كانوا باين كانوا 2 كيلو القراميط دول او كيلو ونص، بصراحه مش فاكره. ما علينا، لان القراميط كنا عاملينها بصراحه من مده. التسجيل ده انا ببقى مسجله الفيديو، عامله الفيديوهات، بس باجي انا بقى اسجل عليها بعدها بمده. فانا مش فاكره دول كانوا كيلو ونص او كانوا 2 كيلو، بصراحه مش فاكره. تمام، ما علينا. المهم انا حطيت كمون وحطيت كزبره في الصلصه اللي انا عملتها دي، او التسبيكه اللي هي بتاعه الثوم والبصل. تمام كده. مجرد تستبك معايا طبعا هنزل بقى بالكمون وكزبره وفلفل اسود، بس مش اكتر من كده، وحبه ملح، وحطي حبه سكر صغيره خالص على سن المعلقه كده من قدام. ومجرد تستبك معايا هتنزلي بقى بكوبايه ميه حلوه كده كبيره. مجرد تشوفيها اتسبكت هتنزلي بكوبايه ميه حلوه كده كبيره. وليه كوبايه الميه؟ لان انت هتحطي القراميط بتاعتك، والقراميط هتشرب الصلصه، فبالتالي مش هتبقى فيه اصلا صلصه. فالميه هنا هتخفف الصلصه عشان لما القراميط يشرب معايا يبقى فيه ايه، صلصه. فاهمين كده حبيب قلبي؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا حطيت كوبايه الميه، مجرد تغلي هروح نازله على طول بحتتين قرموط. تمام حبيب قلبي. انا مش بحط القرموط كلها، بحط يعني ايه على يعني قولي نصها مثلا، وبخلي نصها، لان انا من النوع انا مش بحب اللي بالصلصه. الولاد عندي بيحبوها، وابو اسلام عندي بيحبها، لكن انا مش بحب اللي بالصلصه. فبحط نص القراميط كده، وبخلي النص التاني اللي حابب ياكل معايا ماشي، مش حابب بقى مش مشكله. كده كده دي بتتاكل ودي بتتاكل. تمام كده حبيب قلبي. ربنا يا رب يملى بيوتكم من الخير كلكم يا رب، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وادعوا معايا كده لثانويه عامه، ربنا يا رب يكرمهم يا رب، ويحقق لهم كل امنياتهم يا رب، وما يضيع تعب حد ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. وادعوا لاولادي ان شاء الله واولاد المسلمين اجمعين بالتوفيق ان شاء الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنزل بقى بحتتين القرموط زي ما قلت لك، وده شكله بص ما شاء الله. مجرد تغلي عليه النار، هطفي النار بس، مجرد يا دوب تغلي بس. وده شكل القراميط بتاعتنا زي ما انتم شايفين. ده اخر طاسه. وده البطارخ انا بحمرها برده اهو، مش بنشفها قوي، يا دوب تاخد تحميره بسيطه كده، بروح منزلها على طول. تمام كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هخلص بقى طبعا كل الكميه، وطبعا هقدم الاكل معاكم. احنا عملنا حبه رز جنب القراميط دي. تمام. لو ما عندكيش رز مفيش اي مشكله. تمام كده حبايب قلبي، بس انا عملت حبه رز. تمام. تعالوا بقى نحط مع بعض الاكل القمر ده، واوريكم القراميط بتاعتي عامله ازاي، واوريكم طعمها عامل ازاي او شكلها عامل ازاي. طبعا شكلها تحفه تحفه تحفه. ده القراميط، ودي الصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. وده القراميط اللي بالصلصه، ودي اللي من غير صلصه. تمام. وده العيش اللي احنا كنا خبزناه معاكم قبل كده كذا مره. يلا يا حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.